السلام عليكم، ازيك يا حبايب؟ عاملين ايه؟ النهارده معانا مربى هتستغربوها شويه، بس هي مربى تحفه. هي مربى الطماطم، مربى جدتي ووالدتي وكل الناس كانت بتعملها زمان اساسي. هتجربوها ان شاء الله هتعجبكم قوي. معانا 2 كيلو طماطم، بياخدوا كيلو سكر، وبياخدوا عصير 3 ليمونات، او معلقه صغيره ملح ليمون. بنمسك طماطم زي ما انتم شايفين كده، نعملها حرف زائد من تحت، ونكون مسخنين حله ميه على النار. بننزل بقى بالطماطم في حله الميه حوالي 5 دقايق، مش اكتر. بعد كده بنطلعها، نسيبها تبرد تماما، وبنقشرها، شيلنا على القشرة بتاعتها بالشكل ده. بتشيل بسهولة طبعا. ونقطع الطماطم بقى حتت صغيرة او كبيرة زي ما انتوا عايزين، وممكن تهرسوها خالص حسب ما تحبوا. بنشيل منها البذر، او بسيب البذر بتاعها، مش بيفرق معاها في حاجة يعني في طعمها. بالشكل ده. بنحطها في حلة، نحط عليها كيلو السكر، ونحطها على النار. بتكون النار بتاعت المربى بتبقى هادية، عشان المربى ما تلسعش مننا، تستوي براحتها. نقلب بالشكل ده، نحطها على النار تغلي حوالي نص 3/4 ساعة لساعة. بنحط لها معلقة طبعا ملح ليمون في التبخيط ده، وبنقلب باستمرار، ايدنا ما بتشيلش منها عشان ما تلسعش مننا. في الاخر بنجيب معلقة جيلاتين بودر، وبنحط عليها معلقتين مية دافية، وننزل بهم على المربى مع التقليب المستمر. ونسيبها تغلي بعدها حوالي نص ساعة كمان. احنا ممكن نزود المربى كمان وهي احنا بنحطها على النار قطعة بنجر صغيرة عشان يبقى حمرها حلو اكتر. زي ما انتوا شايفين كده، طبعا الطماطم ملحمة، هي دي الطماطم بتاعت المربى، ميبقاش فيها مية كتير. طالعة تحفة تحفة. بعد كده بنسيبها تبرد تماما، ونصبها في برطمانات، وبألف هنا. يا رب يا رب تعجبكم.